جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، حلقة جديدة مع كورة مع الزنفولي. أهلا بكم. إن شاء الله يا جماعة أنا طالع في فيديو النهاردة أقول لك على في لعيبة خلاص الأهلي بيخلص معاها في الصيف الجاي، وفي 2 لعيبة خلاص رسمي نظمي في النادي الأهلي. الاتنين لعيبه الاهلي بيخلص فيهم، واحد بيلعب مساك والتاني بيلعب مهاجم. مين بقى هما اللعيبه الاهلي بيخلص فيهم المرحله دي عشان خلاص هيتعاقد معاهم في الصيف القادم؟ عندك المدافع اياد العسقلاني، لعيب 20 سنه، لعيب كان في نادي الاسماعيلي ودلوقتي محترف في الدوري الروسي. لعيب عنده 20 سنة، لعيب مساك بيلعب برجليه الشمال، لعيب بيعرف يبني الهجمة من تحت، لعيب هادي يا جماعة، لعيب مهم جدا للنادي الأهلي، والنادي الأهلي محتاج مدافع بيلعب برجليه الشمال. فأنا شايف اللعيب ده لو جه النادي الأهلي هيبقى مكسب كبير جدا للنادي الأهلي مع محمد عبد المنعم. بس الاهلي برضو محتاج مساك تاني مع محمد عبد المنعم، وان شاء الله لو الاهلي جاب اياد العسقلاني. ده اول لعيب يا جماعه معانا، اياد العسقلاني. اللعيب التاني المهاجم اللي انا شايف اللي هو احسن مهاجم في مصر حاليا، مين يا جماعه اللعيب ده؟ اسامه فيصل، لاعب نادي الزمالك السابق. انا لحد دلوقتي يا جماعه مش عارف ازاي نادي الزمالك ساب اسامه فيصل للبنك الاهلي. أسامة فيصل يا جماعة لعيب مهاجم تقيل قوي، بيعرف يتحرك في منطقة الجزاء وبيخلق فرص كتير قوي للعيبة اللي جاية من ورا. لعيب قناص من ريحة عماد متعب، عمرو زكي، لعيب هجام يا جماعة، لعيب تقيل قوي يا جماعة قدام. أنا شايف أسامة فيصل من أحسن اللعيبة المهاجمين في الدوري المصري، والأهلي سمعت اللي خلاص بيخلص معاه. ان شاء الله الاتنين لعيبه دول ان شاء الله الاهلي خلاص بيخلص معاهم. نيجي بقى من الاتنين اللعيبه اللي الاهلي خلاص رسمي نظمي جايين النادي الاهلي. عندك القندوسي ومحمد شكري باك الشمال. القندوسي ومحمد شكري بيلعبوا في سيراميكا كليوباترا. الاهلي خلاص كولر وافق ان الاتنين اللعيبه دول خلاص هيرجعوا النادي الاهلي في الصيف، وانا شايف صفقتين اقوياء جدا للنادي الاهلي. انتوا شايفين دلوقتي القندوسي يا جماعه في الدوري المصري عامل ازاي؟ لعيب حلو قوي في خط النص، لعيب ليه لمسه جميله، لعيب بيلعب 6 و8 وكمان بيقدر يهاجم ويحط جوان، لعيب مهم جدا في خط النص. انا شايف القندوسي مع امام مع مروان، ولو الاهلي جاب مكوينه معاهم انا شايف خط النص الاهلي يبقى في حته تانيه خالص. نيجي للباك الشمال. الباك الشمال محمد شكري. انا شايف محمد شكري يا جماعه من احسن باكات الشمال دلوقتي في مصر. لعيب كان الاول في لعيب محمد شكري كان الاول بيهاجم كويس جدا، بس عنده حته اللي ورا مش حلو، ما بيعرفش يدافع كويس. دلوقتي انا شايف محمد شكري بدأ ينضج وبقى عنده بيعرف يدافع كويس جدا ورا. فمحمد شكري يا جماعه انا شايفه مهم جدا للنادي الاهلي، وانا نفسي ان محمد شكري يرجع للنادي الاهلي وياخد فرصه. وانا اتكلمت برضه قبل كده ان الاهلي لو تعاقد مع يحيى عطيه الله مع محمد شكري يبقى خلاص يا جماعه حته الشمال في النادي الاهلي دي خلاص اتقفلت. فانا شايف ال4 لعيبه دول مهمين جدا لو رجعوا النادي الاهلي في الصيف، مع اللعيب برضو اللي انا اتكلمت عليها الاهلي يجيبهم يقدر ينافس على اي بطوله ومحدش يقدر ينافسه الفتره القادمه. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي وقناه محمود الزنفولي على الفيسبوك يا جماعه، الاشتراكات قليله فيا ريت يا جماعه اشتراك وشير يا جماعه على قد ما تقدروا، واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.